طبعي لما بصحى من النوم قبل ميعادي بنسى حاجات كتير قوي، منها الأصول. تسمح لي يا ادهم بيه اتكلم في حاجه تخص الشغل اللي بيني وبين مدام رضوى اللي هي شريكتي وفي نفس الوقت سريه وما ينفعش انك تعرفها. حبيبي انا جاي المكتب انا عشان خاطري ما تزعلش من الموضوع يا حبيبي، وانا هفهمك على كل حاجه بيني وبينك تفهمني عشان خاطري. على بال ما حضرتك تخلص قهوتك ان شاء الله هكون غيرت الطريق ثواني عشان بس عندي مواعيد شغل مهمه جدا بعد ما نخلص مع بعض. على اذنك. اللي قولي لي يا نسوة، ما عملتيش سونار عرفتي نوع المولود ايه؟ لا. ليه كده ربنا كويس؟ ليه؟ كنا عايزين نعرف ولد ولا بنت. اهلا يا نشوى. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حاج ماما؟ اقعدي يا حبيبتي. شدي حيلك بقى، هاتي لديدو اخ او اخت عشان يلعب معاك. تقومي بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. انا تعبت خلاص. انا قلت لك اطمن عليكي واشوف ديدو وعامل مشاكل. انا عارفه يعني مع الظروف ممكن يكون مضايق شويه. لا يا حبيبتي خالص، طول النهار بيلعب مع حسين بدل ما بيلعب لوحده. في اخبار؟ لا، ما هو اللي في دوامه برضه ما بيبقاش عارف اوله من اخره. كل حاجه ان شاء الله هتبقى بخير. وانا ما صدقت فعلا زي انا وانت عاوزني فعلا في شغل. وهو انا لما اطمن على شريكتي واعرف هي كانت فين امبارح مش يعتبر جزء من الشغل برضه؟ شريكتك؟ ده على اساس ايه بقى ان شاء الله؟ مش المفروض الشراكه اللي ما بيننا انا نهيتها في اخر مكالمه كانت بيني وبينك؟ مش انت اللي تنهي وتكملي الشراكه اللي بيننا، انا اللي حددت. وبعدين اوعى تفتكر ان الكلام اللي قلتيه في التليفون ده عدى اساسا على وداني. انا بطبعي متعود ان الكلام المهم بس هو اللي بسمعه. في كلام فارغ بقى وفي كلام ملوش لازمه بنسى اساسا انه مر على وداني. فاهماني؟ طيب اقدر اعرف بقى ان شاء الله كده الشراكه اللي ما بيننا دي هتنتهي امتى؟ لحد ما بقيت الشحنات اللي اتفقت عليها ما توصل وتحصلي اخر مليم ليكي في السوق واخد منها نصيبي. نصيبك ده انت عارف كويس قوي وانا عارفه ان هو اصلا مش من حقك. شميتي نفسك ولا بتحاولي تنتحري؟ ما عليك، انا مش جاي النهارده اتكلم في موضوع مفروغ منه. انا هسالك للمره الثانيه، كنت فين امبارح يا رضوى؟ على فكره واحد بس هو اللي من حقه ان هو يسالني السؤال ده، وهو سالني عليه فعلا على فكره وانا جاوبته وخلصنا. الواحد ده على فكره لو انت مش واخد بالك منه هو واقف بره في الجنينه، وبجد انا مش عارفه رد فعله هيكون ايه لو المقابله اللي من غير ميعاد دي طولت دقيقه واحده عن كده. لا، ده انت فعلا مستغنيه عن روحك وروح جوزك كمان. انت نسيتي بتكلمي مين ولا ايه؟ انا ناصر الطايل. ما هو مش معقول يعني عشان انت ابن عدلي بيت طايل ان انت تتدخل في ادق تفاصيل حياتي. مش كفايه الشراكه اللي ما بيننا اللي بالعافيه اللي انت نصيبها عليا وبتاخد من وراها 20% ارباح من شركتي. انا حقي معروف، وحقي ده اللي بيخلصك من اي روتين او اجراءات حكوميه بتعطل لك مصالحك يا شاطره. ولا انت نسيتي؟ وانا بمكانه ابويا بخلصها لك. وانا ما طلبتش منك ده على فكره، وانت اللي جيت لحد. انت جاي النهارده صح؟ مش عارف يا امي هلحق ولا لا. فكر غني في حياتك. انا ابويا طول عمره كان بيشتغل لوحده ومعلمني ان انا اشتغل زيه. مين؟ طب واخرتها ايه؟ ابيض نهار كيان ومطلوب القبض عليه. ظلم زي ما وجودك في حياتي وفي حياه رجال اعمال كتير جدا زيي برضه ظلم. يوه، انا اتفرجت عليك كتير. انا هسألك لاخر مره، لو ما قلتيش كنت فين امبارح يا رضوى مش هيحصل لي كويس. انت لو ما اختفتش من قدامي دلوقتي حالا هنسى انت مين وابوك مين وافرمك. ده انتوا اكيد جننتوا. ماشي، اسمع يا ابني انت وهي، انتوا كده اللي جبتوا لنفسكم، وابويا اللي انتوا الاثنين فجأة كده نسيتوا هو مين وممكن يعمل ايه. انا هخليه ينسفكم انتوا الاثنين. عارفين بقى ايه اللي بيحصل؟
يا باشا هو سعادتك كل ده همك هي كانت فين؟ ومش هامم سعادتك هي وجوزها عاملين ازاي؟ ده تقريبا يا باشا طردوني من عندهم. لا والله يا دكتورين، ده كان لازم يشنقوك. انت مش همك غير المظاهر وشكلك وبس، ونسيت المهمه اللي انا بعتك اساسا عشانها. الو، فعلا يا فواز بيه. لا اجتماع ايه؟ لا مش هقدر اجي. لا يبقى سجل لي محضر جلسه المجلس وابعتها لي. شكرا. يا باشا الناس دي لازم تتأدب على اللي عملته معايا. دول كانوا بيتحدوني. دول كانوا بيتعاملوا معايا راس براس. زي ما يكونوا مرة واحدة كده نسيوا هما مين وأنا مين وابن مين. قول لي قالوا لك ايه بالظبط؟ قعدوا يقولوا كده كلام فارغ زي ما يكونوا مش هاممهم وإن الشراكة اللي بيني وبين رضوى الدالي انتهت. حتى كمان قعدت تسألني النسبة اللي باخدها منها دي بعمل بيها إيه؟ وقعدت تقلب في مواضيع شغل قديمة ملهاش أي لازمة. وانت رديت عليها وناقشتها في كلامها؟ هما بسيبها يا باشا تحب فيا وتتحداني إني ما أقدرش أعمل لها أي حاجة. الكلام ده تم فين؟ الله هيكون فين يعني يا باشا؟ انت يا بني ادم تم ازاي وفين؟ في الأول عندهم في الفيلا. حتى طلعت غيرت هدومها ونزلت بهدوم خروج عشان تديني إحساس قال إيه يعني مشغولة ومش فاضيالي. ولما نزلت كانت ماسكه حاجه في ايدها؟ حسيت بحاجه غريبه؟ جرايه يا باشا زيها زي أي ست ماسكة شنطة إيد. شنطه ايد؟ وما جاش في بالك ولو للحظه واحده يا غبي انها تكون بتسجل لك؟ سجل لي. ها ده انت فعلا مستنيه عن روحك وروح جوزك كمان. انت نسيتي بتكلمي مين ولا ايه؟ انا ناصر الطايب. ما هو مش معقول يعني عشان انت بعت لي بيت طايح ان انت تتدخل في ادق تفاصيل حياتي. مش كفايه الشراكه اللي ما بيننا اللي بالعقل